احنا الاول بنشوف لقطات من المباراه، كانت مباراه الذهاب وكان واضح جدا من الملامح. شوف عدد الجماهير اللي حضرت هناك في اليابان من عدد الجماهير الغفيره اللي حضرت في القاهره، وضحت يعني طبعا. احنا بصراحه لما وصلنا كوريا ولما وصلنا الملعب فوجئنا ان مفيش فعلا جمهور. انما ده كان عامل مساعد لينا ان احنا ادينا بصوره طيبه جدا، خاصه في الشوط الثاني. ويمكن الجول اللي احرزه طارق مصطفى افادنا كتير جدا هنا. الفرصه دي طبعا كانت صعبه قوي، لو كانت داخل الجول كانت في اول 3 دقائق. طبعا. فبرضه في شواهد ودلائل بتقول يعني ان ربنا كرمنا الحمد لله بالماتش اللي هناك، وقدرنا الماتش اللي هنا نخلصه بالرغم ان هم لعبوا مباراه كبيره جدا. انتوا اليابان ما زالت طبعا دوله ليست متقدمه في كره القدم، لكن انتوا شعرتوا لما رحتوا هناك اليابان حسيتوا ان في اهتمام بالكره القدم؟ لا، هو فعلا ما كانش في الاهتمام الواجب بالمباراه دي، يعني مباراه افريقيا نص الدنيا. ما كانش في الاهتمام اللي احنا كان ممكن نتوقعه يعني. انما في خلال الماتش احنا حسينا ان الناس مهتمه هناك بالكوره، وخاصه فرق بوهانج من الفرق الكبيره هناك ومن الفرق المقدمه يعني. انما كان الدوري موقوف في الفتره دي، او كان في دي اوف بتاع الدوري. فيمكن هم كانوا بيلعبوا معانا المباراه دي، يمكن هي كانت ثاني او ثالث مباراه ليهم بعد فتره ثالثه. طب احنا هنشوف يعني مجموعه من اللقطات. طبعا هم بيتميزوا بالتشجيع، تشعر كده ان كلهم في نفس واحد بيشجعوا نفس التشجيع. ده معروفه كل دول جنوب شرق اسيا. لكن في نفس الوقت انتوا كنتوا رايحين اليابان ولديكوا اصرار ان الافرو-اسيوي ما تطلعش من جيب نادي الزمالك. طبعا يعني احنا كتيم وكفرقه يهمنا قوي اسم نادينا واسامينا كلاعيبه، وعقدنا العزم كلنا ان احنا مسافرين كوريا نخلص ان شاء الله البطوله هناك علشان نيجي نبقى مرتاحين هنا في مصر. الحمد لله كنا على مستوى المسؤوليه وادينا مباراه كبيره هناك، واحرزنا الحمد لله النتيجه الطيبه اللي عملناها هناك، ودي اللي ساعدتنا الحمد لله ان احنا نأدي بصوره طيبه في مصر. طيب احنا هنعود مرة تانية إلى هذه اللقطات الأولى، ثم نعود بقى إلى المباراة الحاسمة التي أقيمت في استاد القاهرة، واللي شرف فيها نادي الزمالك ليس فقط الكرة المصرية ولكن الكرة العربية أيضا والكرة الإفريقية. طبعا أكيد. اتفضل يا كابتن.
معانا تليفون كابتن محمد على الهوا. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور. من فضلك ممكن اكلم الكابتن؟ اهلا بيكي، نتعرف بحضرتك الاول. انا اسمي منال حسن. منال حسن. منين يا منال؟ انا من الجيزه. يا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. معاكي الكابتن محمد صبري اهو. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي صحتك يا كابتن؟ الحمد لله، الله انا يخليك. منال حسن من الجيزه. اهلا وسهلا. والله يا كابتن يعني احنا من اشد المعجبين بحضرتك. الله يخليك. وبعدين يعني حضرتك مختفي يعني عننا بقالك فتره للاصابه، بس طبعا ده شيء بيزعلنا، فعايزين نعرف حضرتك ان شاء الله هترجع امتى؟ هو ربنا يخليك على سؤالك طبعا، وان شاء الله انا راجع باذن الله بعد حوالي 20-25 يوم، واكون موجود ان شاء الله في الملعب باذن الله. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. والله يعني حضرتك بتبقى عنيف دايما في الملعب، او يعني نرفز شويه، فده سببه ايه؟ هو طبعا يعني دي منال ذكيه قوي. هو طبعا يعني كل لعيب غيور على فرقته، بيحب فرقته، ما بيحبش الخساره طبعا. اكيد. فيمكن هي بتبقى اوفر عندي شويه، انما انا بحاول ان شاء الله تبقى العمليه هاديه، وان شاء الله اتغاضى عن العيب ده يا منال ان شاء الله. عايزين اعصاب حضرتك تكون هاديه شويه. باذن الله يا منال. على فكره احنا البيت كله عندنا زملكاوي، كله بيحب محمد صبري. الله يخليك يا منال، شكرا ربنا جدا. يطمنا عليك يا كابتن. ميرسي جدا. شكرا. باي يا كابتن. شكرا، باي يا مع الف سلامه. مع السلامه. ايوه. الو. اهلا، مساء النور. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. ازيك يا كابتن تامر؟ اهلا بيك. والله البرنامج بتاعك يعني جميل قوي، وسهرنا كده سهره حلوه. ربنا يخليك. نتشرف بحضرتك الاول يا فندم. انا يوسف عبد الحميد من السيده زينب. منين يا فندم؟ من السيده زينب اصلا يعني. اهلا وسهلا. من دار السلام حاليا. اهلا استاذ يوسف. كابتن كابتن محمد صبري معاك اهو. كابتن معاك صبري على اهو. ماشي. الو. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. ازي صحتك؟ الله يخليك، الحمد لله. سلام. كل سنه وحضرتك طيب. انا طبعا اهلاوي بس بحب نادي الزمالك. الله يخليك. لان اداء نادي الزمالك يعني اداء متميز، وبحب طبعا اتفرج عليه وعلى لعبه. ربنا يخليك، وده كله لخدمه الكره المصريه طبعا. طبعا، امال ايه؟ طبعا. وبس بطلب من جمهور نادي الزمالك يصبر على مدرب كورولي شويه. اكيد طبعا، وانا معاك لان هو طبعا بدأ كبيره جدا بناشئين كتير، وفي نجوم كتير اعتزلت ونجوم مشيت، فنرجو يعني ان جمهور نادي الزمالك يستنى عليه شويه، والاداره يعني بنادي طبعا مجلس اداره نادي الزمالك برضه يستنى ما يغيرش، لان هو مسك كورولي خبره كبيره جدا. لا، هو مجلس اداره النادي طبعا. اداء المباراه الاخيره. طبعا، هو مجلس اداره نادي الزمالك عشان تبقى مباراه جميله جدا، واحسن مباراه في الدوري لحد دلوقتي. طبعا. فنتمنى يعني ان كمان رجوعه كمان يزيد من نادي الزمالك اكتر ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الرجوع باذن الله امتى؟ باذن الله يعني 20-25 يوم ابقى موجود في الملعب ان شاء الله. طب ترجع بالسلامه يا كابتن. الله يخليك، كل سنه وحضرتك. ونرجو يعني ان الجمهور يصبر على المدربين شويه، مش عمليه التغيير، لان المدرب بيعمل دلوقتي فرقه هيكون ليها مستقبل كبير في الترم الثاني. الو. ايوه معاك السيزون حضرتك. الثاني والموسم الجاي ان شاء الله في كاس مصر. ان شاء الله باذن الله. وطبعا نادي الزمالك برضه هو اللي حقق لنا السنه دي هو البطوله الافريقيه بتاعت نص الدنيا، وربنا يزيد يا رب كمان المنتخب والامم الافريقيه نشوفك ان شاء الله. دعواتك يا رب ان شاء الله. مش هنطول عليك، وشكرا كابتن تامر، وبتشكرين الكابتن محمد صبري. شكرا أستاذ يوسف. شكرا. الله يخليك. مع السلامه. مع السلامه.
الو. الو. ايوه مصطفى. اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. بس حضرتك طيب. وانت بالصحه والسلامه. اشرف محمد سعيد معاك من الجيزه. اهلا استاذ اشرف. ده النهارده ما شاء الله جماهير الجيزه كلها معانا النهارده. ما هو عشان النادي عندنا في الجيزه. طبعا. سهلا. حضرتك طيب. حضرتك طيب. الله يخليك. حضرتك مهنتك ايه؟ نعم. مهنتك ايه يا استاذ اشرف؟ مش سامع حضرتك؟ مهنه ايه؟ المهنه موظف في الوحده المحليه بصفه اللاب. يا مرحبا. اهلا معاك بك. الكابتن محمد صبري. الله يخليك. الو. مساء الخير يا كابتن. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه. الله يخليك. الو. ايوه. يعني الف سلامه على حضرتك، ويا رب كده ترجع لنا المنتخب ونشوفك كده في احسن صورك اللي انت بديت بيها. الله يخليك، ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب، ومتشكر جدا على الجمله الجميله اللي انت قلتها لي. الله يخليك. على فكره انا اهلاوي بس بحب محمد صبري. الله يخليك. وبحب خالد الغندور اللي هو ساب نادي الزمالك اللي المفروض ما كانش يسيبه. بس هو النصيب بقى. كابتن محمد، عايز اسالك سؤال، ايه رايك في حته الاحتراف المصري الموجود حاليا؟ هو طبعا يعني بالنسبه للاحتراف المصري احنا بنطبقه هنا في مصر. بالنسبه في قواعد واسس بين اللعيب وبين النادي. احنا كلاعيبه بنطبق العقد اللي موجود معانا بحذافيره يعني. ايوه، ما انا واخد بالي. هو ده بيفيد الكره المصريه في حاجه؟ اكيد طبعا بيفيد الكره المصريه. يعني بالتالي الاحتكاك الخارجي افضل ولا ايه؟ يعني اسمع، انا نفسي اسمع ان هشام حنفي راح في الحته الفلانيه، كابتن محمد صبري راح الحته الفلانيه، كابتن حازم امام في الحته كده. هنقدر نجيبهم من كده ويلعبوا ماتشات كويسه جدا، بدل ان كابتن محمد صبري هيروح نادي الاهلي، كابتن رضا عبعال راح كده. الاحتراف الداخلي ده ولا ايه راي حضرتك؟ لا طبعا الاحتراف الخارجي افضل بكتير جدا للاعب والمنتخب طبعا. وان شاء الله تبقى في خطه جديده لاتحاد الكوره وتبقى في اسس جديده ان شاء الله نطلع بيها كلنا لعيبه بره ونفيد منتخبنا طبعا. ان شاء الله. طب ونتمنى ان حضرتك بقى ايه يعني ربنا يمن عليك بالسلامه باستمرار يعني. الله يخليك. كل سنه احنا بنحب نشوفك، وبقول لك ان احنا اهلاويه وبنحبك. كابتن محمد، يعني كان من الواضح انه التشكيله الجديده بالنسبه لنادي الزمالك، انت كنت شايف ايه بالنسبه للانسجام؟ هو طبعا كانت حته الانسجام في البدايه ما كانتش موجوده، يمكن كانت ظهرت في بطوله افريقيا. احنا كنا بنعمل فرقه جديده وكان معظمها لاول مره بيلعبوا مع بعض، سواء اللي جم من بره النادي او اللعيبه الصاعده، وبجانب اللعيبه الصغيره اللي موجوده المفروض بقوا خبره دلوقتي او اللعيبه الكبار الموجودين. فكانت خدت وقت كبير معانا، يمكن خدت منا بطوله افريقيا، انما يمكن في مباراه كوريا هناك ظهر جدا ان الفرقه بدات تنسجم وبداوا يأدوا كوره كويسه، وده اللي ظهر نتائجه علينا. يمكن في ماتش كوريا بعد جينا الدوري هنا لعبنا مباراه الشمس، ادينا مباراه كويسه جدا، كسبنا 4. لعبنا مباراه النادي الاهلي بعدها على طول، عملنا مباراه كويسه وبعد كده مشينا في الدوري الحمد لله بصوره طيبه يعني. الحمد لله. الحقيقه يمكن ما زال عدد كبير من الاصدقاء الحقيقه بالتليفونات او بالحقيقه الاسئله والاستفسارات بتيجي في استوديو 7 مع الكابتن محمد صبري. نعود مره ثانيه ولقاء المشاهدين وفي اسئلتكم كلها على الهواء. مش كده يا كابتن محمد؟ طبعا.
الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا زملكاوي ومش عارف اقول لحضرتك ايه يعني. انا عايز اكلم كابتن محمد صبري. ممكن؟ ايوه. الو. ايوه. كلم كابتن محمد صبري. حضرتك نتعرف بحضرتك؟ انا زملكاوي، يكفي ان انا زملكاوي يعني. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب معاك الكابتن محمد صبري، بس يا ريت تعلي صوتك شويه. السلام عليكم يا كابتن. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. انا عايز اسال حضرتك سؤال واحد بس. اتفضل. اين نادي الزمالك؟ نعم. فين نادي الزمالك؟ نعم. فين نادي الزمالك؟ موجودين طبعا وبصوره جديه دلوقتي، انما دي مرحله الفرقه بتتجدد كلها، فلازم كلنا نصبر على الفرقه وان شاء الله يظهر نادي الزمالك وقوه نادي الزمالك في الدور الثاني باذن الله، وفي مباراه كاس مصر باذن الله. هو محدد بيقول لك فين الزمالك يعني هو طبعا هو يعني الناس لازم تصبر شويه على الفرقه وتصبر علينا. احنا صبرنا عليه كتير يا كابتن. يمكن الو. الفرقه الوحيده اللي جددت فرقه كامله، فطبعا حاجه صعبه ان احنا مشكله نادي الزمالك ان احنا نادي بطولات. الناس مش صابره شويه. طب نادي البطولات دي ما تتحققش الا بالاستقرار وبالاداء والجماعيه، مش كده؟ اكيد طبعا لازم العوامل كلها تبقى متوفره. مناخ كويس يؤدي فيه اللعيبه، استقرار في الاجهزه الفنيه والاجهزه الاداريه وفي مجلس اداره، طبعا ده كله بيعود على النادي وعلى اللعيبه. طبعا مفيش شك. اكيد. هنعود مره ثانيه للقطات المباراه ثم نعود لاسئله المشاهدين. اتفضل يا كابتن. اتفضل.